السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بقى بوصفة العظماء، المحشي على اصوله بكل تكاته وتركاته، اللي هيطلعوا معاكي مفلفل ودايب الكرنباية زبدة ومش معجن، بكل اسراره بكل تركاته وبخطوات السوا بتاعته اللي هتخليه معاكي زبدة من غير ما يكون معجن. حاجة كده في قلبك، مفيش احلى ولا اجمل من كده. احنا عاملينه مع بعض النهاردة. انا مسوية الفراخ فيه بطريقة مفيش ولا احلى ولا اطعم من كده، بالوصفة الاصلية للمحشي الفلاحي على اصوله. مش هتلاقيها في حتة، حاجة عظمة. عندنا هنا اول حاجة حلة سخنتها على النار، حطيت فيها كمية زيت محترمة كده تملى العين، ونزلت عليها بما يعادل حوالي نص او كيلو الا ربع من البصل الاحمر المتقطع، مش المبشور او مضروب في الكب، المتقطع. دي بتخلي طعم البصلاية واضح وظاهر وحاجة كده خيال. افضل اقلب فيه على نار متوسطة لحد ما يبدأ ياخد معايا لون. انا مش بحب اضيف الطماطم وهو شفاف، بحسه مش مستوي. هو دي التكريكات اللي بتخليه طعمه حلو جدا. بحسه بيبقى مسكر كده ومش كويس. ضفت ما يقارب من حوالي كيلو الكيلو ونص عصير طماطم فريش. لو هتاكليه على طول ضيفي معاهم معلقتين صلصة، انما انا مش بحب اضيف الصلصة لانه لو قعد يوم او اتنين في التلاجة بحس ان الصلصة ريحت. ضفت عندي هنا البهارات بتاعتي، ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة وبهارات محشي بجيبها من عند العطار لحد ما الصلصة اتسبكت كويس جدا. الصلصة بتاعتي اتسبكت كويس جدا، طماطم فريش مضروبة في الخلاط. ضفتها في بولة او في حاجة خارجية علشان الف في الحلة بتاعتي ما اهدرهاش. وضفت الكزبرة والبقدونس والشبت بتوعي عليهم بره النار علشان لونها ما يغمقش. لو ضفتها وهي على النار لونهم بيغمق، لا انا عايزاهم لونهم اخضر فريش مصحصح. كمية الرز اختيارية، لو بتحبيه لونه احمر وغامق كده براحتك. عايزه تكتري كميه الرز بتحبيه مش ابيض شويه علشان ما تبقاش نسبه الصلصه فيه عاليه وحموضه وكده براحتك، بس انا بحبه خليه احمر كده. عندي هنا الورق الاخضر بتاع الكرنب، انا الكرنب بتاعي ده كنت مفرزناه. الورق الاخضر بتاعه اللي هو العروق التخينه دي بضيفها تحت، وبعدين ابدا احشي راق اولاني زي ما انت شايفه معايا كده. وكنت مشوحه الفراخ بتاعتي في حله خارجيه لحد ما نزلت كل الزفاره بتاعتها. كنت مشوحاها بورقه لورا وبعدين حبهان لحد ما نزلت كل الميه والدم بتاعها والزفاره بتاعتها. وقمت جايه مطلعاها محمراها زي ما انت شايفه كده، وبدات احطها في الحله وارص عليها. اهم حاجه التريكات دي، انا مش بحب احطها نيه، مش بحب مش بحب عفوا اديلها صدمه في الميه. دي مش بتطلع الزفاره خالص. انا بغسلها كويس جدا واسخن الحله بتاعتي واديلها صدمه فيها، دي بتضيع الزفاره اللي فيها تماما. واحط لها عود حبه ورقه لورا وعود قرفة وحبيتين حبهان دي في الاخر. خلصت الحلة بتاعتي زي ما انت شايفة، بحط طبق علشان لما المحشي بتاعي يغلي ما يفكش معايا. دي برضو تركة مهمة جدا، دي اللي بتخلي وش المحشي معجن او المحشي معجن. وبأساوي الشوربة بتاعتي لحد اول المحشي، ما بزودش عن كده علشان المحشية بتاعتي تكون سواها مظبوط وما تكونش معجنة. دي حلة تانية برضو انا عاملاها، دي كان المحشي بقى زيادة عملتها في الحلة الصغيرة دي زي ما انت شايفة كده. حاجة كده بسم الله ما شاء الله، زبدة. شايفة مستوى الشوربة فين؟ حبيت اوريهولك. يا دوب المحشي بدايته باينة منه زي ما انت شايفة كده. اول ما يبتدي يغلي معايا ويتشرب بشيل الطبق وهدي عليه النار واسيبه زي ما انت شايفة كده. حاجة زبدة. يا سلام بقى لو عندك حتة سمنة فلاحي ضفتيها على وشه بتخليه في حتة تانية خالص، بس انا للأسف مكانش متوفر عندي، كانت خالصة. زي ما انت شايفة كده حاجة من الآخر، لا محروق ولا معجن
وان شايفه حروف الحله الحمراء دي بيبقى عليها الخناق للركب. حاجه كده بسم الله ما شاء الله، تركات وحاجات في قلبك. شايفه المحشي بسم الله ما شاء الله، زبده ومش معجن ومستوي، والكرنب برغم انه كان في الفريزر مش مجلد، لا دايب زبده. حابه اوريك الفراخ دايبه، الفراخ ما كنتش عارفه اشيلها. طبعا الفراخ مش بتاخد سوا، بس كانت دايبه حرفيا. اتمنى تجربيه. وانا رانيا، ودي قناتي، متنسيش اللايك والاشتراك، وان شاء الله استنى تعليقاتكم واستنى كلامكم الجميل على المحشي بتاعنا.